كملنا حمامنا مع عريسنا ان شاء الله. هاو عريسنا منور، ربي يصلح الحال ان شاء الله. نور ايامكم ان شاء الله. عقبال السماع عقبال اصدقائي من بعيد وقريب ان شاء الله. مرحبا بالناس بكل نقول لهم مرحبا بكم ان شاء الله والهنا ان شاء الله. افريقيا عقبه ليك ان شاء الله. افريقيا انت ليك يا بيزوز. العقباليه ان شاء الله ان شاء الله. ها المهم اضطفي ها يوم عايز هاي باش ما يعينوش وما يستحوش لازم نلقيوه. ولازم بسم الله وأقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك. اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما والشفاء بيد الله. ربي يحفظك من عين العائن وسحر الساحر وظلم الظالم وكيد الكائن، ويجعلك السبب في تكثير هذه الأمة، يرزقك الولد والبنات. ولد ما تباش يقول لك النمو الديموغرافي، اولد جيب 10 مثلا. لازم هم يكذبوا علينا، ما كاش منها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال تكاثروا وتناسلوا فاني مباهي بكم الامم. وشنو جيبوا له لاكاليتي النوعيه؟ نعم جيب له 10 كيما القاضي عياض ولا 50 كيما ولد عباس ولا. هيا سلام. هيا ربي معك. والحمد لله كملنا عشاء تاع صديقنا. وبالمناسبه كما شفت اليوم سميشو هاو دعوات ملاحه للعريسنا ان شاء الله. ربي يصلح الحال ان شاء الله. عريس محمد، حنا مبروك العريس. بارك فيك يا صاحبي العقباليك. اللهم امين ان شاء الله. حنا مبروك ان شاء الله. ومثل ما معروف في أعراسنا تكون الوجبة كبيرة، وهذه تحضيرات لها. غدا إن شاء الله نشوفوها. ندير ما عنديها في نبض الرباط ولا وين؟ لا حاجة أخرى. النازله اليوم وشي النازله اليوم وشي جبال البغز. قرب لي هيا. ايوه الموضوع طيب ديالك. ربي يبارك ان شاء الله. ايوه زيد فيها شوي. الأعراس الصوفية المحفل أي حاجة لازمة. هيا نروحوا مع بعضنا نروحوا نحضروا المحفل.
والخير تبغي المشالي واللي خرج من غابيله البيا ويرخص اذا كان غالي وش بيطيرك يحومها اوها الشقره وما بايروم لي قتيله وما بايروم لي قتيله وكان غضبان يرضى الشقره وكان نادم غيله
جاينا من عرس عريسنا عمارة والبركة عليه فات سلامات إن شاء الله والعاقبة للناس كل. الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يفرحه وربي يهنيه إن شاء الله. العاقبة ليك أنت، العاقبة ليك أنت إن شاء الله. متحدث إن شاء الله. ومن عاداتنا في عرس الواد أن يوم صباح العريس أن نخرجوا للصحراء مع عريسنا. ختام ألف مبروك زواج صديقنا عمارة ديدي، ونتمنى له حياة زوجية إن شاء الله تكون مليئة بالهناء والسعادة. فرحنا له ياسر والعاقبة كل العزاب إن شاء الله، والعاقبة للذرية الصالحة، وربي يصلح الحال، وإن شاء الله يكونوا سبب في بناء الأمة كما قال الشيخ شمس في بداية المقطع، وربي يتمم إن شاء الله. وإلى هنا انهينا عرس صديقي عمارة، ربي يصلح له حاله إن شاء الله وربي يهنيه وعاقبة لكل عزاب المسلمين إن شاء الله. أتمنى عجبكم الأعراس السوفية، وعرفناكم بأعراسنا بعاداتنا بتقاليدنا. هز يديك خليك هز.